السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ لوجتكم فيديو جديد. بس قبلها الفائز بحساب فول داتا راح يطلع اسمه قدامكم على الشاشة. اتمنى انه يتواصل وياه على الايميل او يترك لي ايميل او حسابه او اسم حسابه بالديسكورد. جاوب بالتعليقات حتى اقدر ارسل له الحساب. واحب اقول لكم رمضان كريم ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية والسلامة. وبمناسبة شهر رمضان الكريم جيف اوي على 2 فول اكسس، مو واحد، 2 فول اكسس. السحب لما يوصل هذا المقطع 30 لايك وانتو قدها راح يصير السحب على الفول اكسس، والسحب راح يكون قدامكم وفيديو خاص، يعني فيديو بس للسحب مو اكثر. وبس اتمنى ان المقطع ينال على اعجابكم. طبعا الفيديو راح يكون عن 5 سباكات دموية. السباكات كلها عبارة عن اللون الاحمر، خلاصة من اللون الاحمر بس. ويلا اترككم مع المقطع. اوكي شباب، ورجعنا باول سباك. بس قبل ما نستعرضها، اللي يريد يحمل الماب هذا راح يلقى رابطه جوا بالوصف، وروابط السباكات كلها جوا بالوصف راح تلقوها. وزائد الجاما. اللي يسأل شنو هو الجاما، الجاما هو هذا، تجي تحطه فوق الرسباك، هياته هذا الاصفر، تحطه فوق الرسباك او جوا، مو اشكال. المهم يساعد على تدخل كهف شيء يسوي اضاءة شوي اكثر، وهذا فائدة الجاما. ويلا نبدأ باول رسباك. طبعا راح نبدأ من الدروع ان شاء الله مثل ما تشوفون. اول شيء خلينا نبدأ من الاورات. عندنا هذا شكل الدايموند هنا مثل ما تشوفون، هذا شكل الجولد تقريبا ما معدل عليه زيادة الا الحواف فقط. الاميرالد كذلك، والايرون هياته. والريدستون طبعا اول الرسباك عبارة عن اللون الاحمر، فشوف الريدستون ابداع به نفس الكهرباء وهيك شيء. ننتقل الى الدروع ونشوفها. الدروع شي خلينا نحط نص الصوت حلو. عندنا دروع الجلد معدل عليها، الدروع الجولد كذلك معدل، التشين مسحوب على شكلها ولا معدلين ولا اي شيء. عندنا الدروع الدامج، تشوفوها، شوفوا الدروع الدامج بيه هنا تصميمها حلو. هسه تشوفوا بالبي في في وراح تعجبكم، انا متاكد انها راح تنال على اعجابكم. شوفوا شلون بها الخط الابيض منه، ترتيب المهم كله ترتيب. هذا الدروع الدايموند ما مطوره، وهاي الدروع الايرون. مثل ما شوفوا، هاي شفنا الدروع الايرون. سوري على الصوت العالي هذا. مثل ما تشوفون شفنا الدروع هسه، وخلينا ننتقل الى الفود والاكل والايتمات. عندنا السيف، خلينا نحاول بس جيم مود. ناخذ السيوف. السيوف من النوعية الحلوة مثل ما تشوفون، السيوف الحلوة. السيف الدامد هذا طبعا لونه ناسق ويا السكين مالتي بالضبط. السيف الايرون، الستون، الجولد والخشب. خلي نشمرها. اوقف اوكي ونرجع للمكان عدل. عندنا الاندربيل. شوفوا يا اخي احلى شي بالسباكات تكون معدله على الاندربيل وتكون بهالشكل هذا. هاي الاندربيل، البو، السناره والفلنت. الفلنت كذلك معدل عليها صراحه، يعني ابداع. الرسباك عباره عن ابداع كامل. خلينا نشرب البوشن، ما اعتقد ينطينا اي شيء. شوف البارتيكل مالتها شيء اسطوري، هم لون احمر. خلينا نحط الفلنت ونحول من النار جوا، كل شيء ما تبين بالمرة مثل ما شفتوها. نطفي السنارات. السنارات عادية، الصوت نفس الصوت ما معدل عليه، ولكن طبيعية. البو كذلك عادي. والاندربيل بعد شفتوها، تعرفون الاندربيل شنو فائدته بعد، ما يحتاج نقولها. نشمل هاي الاشياء. وعندكم مثل ما تشوفون هنا الجولدن ابل مطورة. الجولدن ابل عادية شوي، انا ما عجبتني لا هي ولا مطورة. الواحد حسب اللي يريد يقدر يعدل عليها. ومثل ما شوفنا هاي استعرضنا قدامكم الايتمات والدروع والاورات. هسه خلينا نستعرض ونشوف البارتيكل مالتها، وراها ننتقل نشوف ايش سويت. خلي احول اول شيء، نحول سرفايفل ونجي ناخذ كليك يمين يا حبيبي. يلا شوف البارتيكل مالتها، الضرب العادي هذا شكله. اسف على صوت التليفون هذا. هذا الضرب العادي مالتها البارتيكل، وهنا ويا القفز بالضبط. تقريبا ما معدل عليها الزيادة، ما معدل بالضبط، ما معدل على البارتيكل الزيادة الا، ولكن حلوة، انا برأيي حلوة. وهسه خلينا ننتقل، خلي اشمر هذه الاشياء، احول جيم مود واشمرها. اوكي خلينا ننتقل الى، من وين كنا نروح والله نسيت. من هنا ننتقل الى السماء. السماء ما معدل عليه لا هي ولا الليل اكيد. دقيقة نايت ما معدل عليهن، حتى
سبب انه ما معدل على الليل والنهار حتى ما تصير فيها دروبات او لاج، وتخفف على الرسباك، لان مثل ما تشوفون الرسباك باشياء هواي معدله، فحركه حلوه انه ما يزيدون اللاج والدروبات بسبب السمه هاي. فهاي مثل ما تشوفون استعرضنا وخربنا الماب. يلا عادي، مثل ما تشوفون استعرضنا الرسباك قدامكم. طبعا نسيت اخر شيء اقول لكم اياه، شوفوا الانفنتوري دقيقه، نفتح يب. شوف الانفنتوري مو شفاف ولكن حلو انا برايي. دقيقه، مو شفاف ولكن حلو. يلا هسه ننتقل نجربه 1 فيز 1 ونرجع لكم. ورجعت لكم بالسباك الثاني، ومثل ما تشوفون عبارة عن ابداع باللون الاحمر. حتى الدامج مسويه باللون الاحمر، وتشوفوا الحواف مالته الصراحة تصميم اسطوري وخرافي، كلش تصميم حلو، عاشت ايد اللي سواه. شوف الدامج هنا الجولد كذلك كلش حلو، وشلون اقول لكم هيك مسويه يعني لون حلو، لون اسطوري بمعنى الكلمة. الاميرالد والايرون كذلك، والريدستون مثل ما تشوفوا لون اسطوري حلو بعد. هنا خلينا ننتقل، بس خلي احط هنا اوكي حلو. السيوف من النوعية الصغيرة حسب كل شخص شلون يحبها بعد. شوف السيوف كلش حلوة وصغيرة مناسبة للبي في بي كذلك. هنا شوفوا الاندربيل مسويها بالضبط شلون، والله ما ادري ما شنو بالضبط، ولكن تصميمه كلش حلو. خلينا نجرب الفلنت دقيقة، مثل ما تشوفون ما تبين واللي جوا همينه. خلينا نحط جيم مود اوكي. السنارة اهو، وذاك ايش دا يسوي منه، خلينا نكتله شوي. عندي حولان شوي بالبواني ادري. دقيقة، ضربناه شكله ما يناوي يموت. اسف على الصوت هذا، واتركوا اخيرا مات. كنت استنى راح اتركه وما اكتله. مثل ما تشوفون هاي استعرضتكم الايتمات والاورات. هسه خلينا نشوف الدروع وراها، ننتقل الى نشوف البارتيكل مالته. الدروع عندنا الجلد معدل عليه، الجولد معدل عليه وشكله كلش حلو، حتى التشين معدل عليه ومسوي الحفاف مثل مش الحواف مالته مغمقها. الدايموند ما تعرف تقول احمر اسود، ما تعرف بالضبط، كلش حلو تصميم راقي. هنا الدايموند اسود مسويه بالضبط، اسود هو او رصاص غامق. الدايموند العادي والزومبي شي يسوي يمي ابتعد، مبنقين والله نضرب من بعيد. هذا جاي ايش عندي عبالي، والله عبالي شو اسمه يا حبيب موت. دقيقة خلينا ننزل هاي، ابتعد ممكن دقيقة. خلينا ناولنا سيف ونشيل الورق هذا. تعال يا قلبي وموت، يلا سريع عافية. نشيل هذني وخلينا نشوف البارتيكل مالتها. ننزل هذا بس، خلي اروح الجيم مود ونطلع على العادي. البارتيكل مالتها عادية سود، وبنا وين ما الواحد يقمز يصير حمر همين، اسود واحمر كلش حلوة. هسه بقى علينا نجرب نشوف السما كذلك. بقى عندنا السما النهار هذا والليل مثل ما قلت لكم ما معدلين عليه، وراح نرجع ما نحتاج نشوفه لان ما معدل عليه اصلا. ويلا ننتقل الى 1 فيز 1 ونشوف الرسباك اللي بعده.
اوكي شباب، رجعنا باحلى رسباك، والرسباك الثالث هو، شوفوا الاورات احلى شي بيه هي. شوفوا الاورات، شوف الدايموند شلون يعلق ويطفي، الجولد، الاميرالد، الدايم اللي مسوين شو اسمه بعد، شو اسمه الريدستون كذلك، ولكن عمود يفرقون بيناتهن فخلوا الدايموند يلمع على الاطراف مالته، والريدستون بقوا فكرة حلوة، والايرون كذلك الاطراف مالته حلوة اسطورية وتلمع. البلوكات العادية كذلك مثل ما تشوفوها، اللون الغامق اللي احلى شي بالنسبة الي. خلينا نشوف الدروع ونقول رأينا بها. الجلد عندنا، مو الجلد مبلا، الجلد. شوف الجولد، الجولد مسودها ما ادري، المهم اسطورة، عبارة عن اسطورة، ابداع بالتصميم هذا مال الجلد. والدايموند بعد، شوف الدايموند الشين ما لنا علاقة به لان اصلا ما حد يستخدمه، معدل عليه خفيف. الدروع الدايموند المطورة كلش حلوة، الدروع الدايموند العادية احلى بعد من المطور، وال ايرون. مثل ما شوفوا هاي استعرضت لكم الدروع هسه. طبعا هاي الدروع كلها انا بالنسبة الي اهم شي عمود الواحد يكون لعبة قوي هي الدروع، لان تضبط الايم بالنسبة الي، ما ادري بس احس تضبط الايم. خلي نحول جيم مود، ناخذ السيوف مثل ما تشوفون. عندنا السيف الدايموند، هو مو سيف دايموند، فكرت سيف دايموند طلعت العودة. هذا سيف دايموند، وعندنا السيف الايرون، الستون، الجولد، والخشب. مثل ما تشوفون هاي الدروع قدامكم، مو الدروع، الايتمات خلينا نقدر نقول. عندنا الاندر بيل همين تصميمها غريب وحلو، البو، السنارة الهاي. ناخذ البوشن كذلك، شوف البوشن شي ابداع الصراحة، والله ابداع هاي الرسباكات ابداع. هذا ما يحتاج نشوفه. خلينا نشوف النار ايش قد تقدر تغطي من عند الشاشة، ما تغطي شي كالعادة، هو احلى شي بالرسباكات. السنارة عادية وطبيعية، البو دقيقة، البو كذلك حلو طبيعي. وخلينا ننتقل هسه دقيقة، خلينا نحط من هنا وننتقل نجرب البارتيكل ونشوفها. البارتيكل العادية سوداء مثل ما تشوفون، ويا القفز اسود وعلى شكل دوائر، تصير شي حلو وتصميم راقي. بعد ايش بقت لنا نشوف الدروع، شفنا الايتمات الاورات، بقت السماء، والسماء ما اعتقد معدل عليها، ما شفتها الصراحة. لا والله معدل عليها المرة. الشمس نسويها على شكل دائري، وهذا الشي كلش حلو. خلينا نشوف النايت او الليل. يا حبيبي حتى الليل معدل عليه، وشوف شلون نسوي على حمار خفيف. نرجع ويلا نروح على الوان فيزوان. اوكي شباب، ورجعنا بالسباك الرابع وخربنا الماب مرة ثانية، كل شوي انسى اني جيم مود. اوكي شباب، ومثل ما تشوفون هذا السباك الرابع، عندنا الدايموند الحواف مالته زرق الداخل احمر، يعني الصراحة مو كلش عاجبتني. اللي يريد يسوي تعديل على الشي اللي يعجبه، يسوي تعديل على الدايموند، على الريزستون اصلا هو حلو بعد. الجولد عادي طبيعي، الاميرالد كذلك حلو، والايرون اللي يريد يسوي تعديل على الحواف فقط. مثلا تشوفون هاي الاورات. خلي نشوف الدروع، مو الدروع،
هاي الايتمات، الاكل وما اكل وهالاشياء، السنارات مال بي في بي. عندنا الاندربيل كلش حلوة، البوع عادي ما معدل على الصوت مالته، السنارة كذلك ما معدل عليها. النار سودة، شوف النار شلون سودة، واللي جوا كل شي ما تبين عادي بدون اي اشكال. السيف الخشب صغير من السيوف الصغير اللي تحبوها. هنا الدامد همين كذلك احمر، لانه مو الرسباك اصلا خاص باللون الاحمر. عندنا احلى شيء الجولدن ابل. الجولدن ابل عادية سودا، المطورة سودا وعليها لمعة، شيء كلش حلو اسطوري. خلي نشوف الدروع. الجلد مثل ما تشوفون الجولد حلو، يعني شلون اقول لكم، منحوت ناحية هيك شيء كلش حلو مرتب. حتى التشين كذلك معدل على الحواف مالته، وهذا احلى شيء يكون بالتشين. الدايموند معدل عليه، مو معدل انه، وانما اسطوري بمعنى الكلمة، اسطوري كلش حلو مسوي. هنا بعد الدايموند العادي والايرون كذلك. مثل ما تشوفون استعرضت لكم اكثر الاشياء. خلينا نشوف اخر شيء وهو البارتيكل، وراها ننتقل الى البي في بي. طبعا اللي يسأل، مثل ما تشوفون هاي اكسات باللون الاسود، وبالقفز اكسات، مو اكسات، شوف راح اعيد لكم اياها ثاني. ضربة عادية اكسات باللون الاسود، الضرب ويا القفز اكسات، مو اكسات زائد بشكل الزائد حمر لون احمر. خلني كتل هذا بس. اوكي حلومات هذا وبس. هنا خلينا نحط جيم مود، ويلا ننتقل الى التجربة بالون فيزون. اوكي ورجعت لكم بالرسباك الاخير، وهو احلى رسباك بالنسبة الي، وانا راح استخدمه ان شاء الله هواي هواي. اول شي نشوف، نبدا بالاورات الاسطورية. يعني ابداع، والله ابداع اللي صمم هذا واللي فكر فيه، ابداع مبدع مبدع. شوفوا شلون احنا خربناه كذلك، وكل شوي نخرب ما ادري ليش. ها دقيقة. شوفوا هذا عندنا الدايموند شلون يعترق ويطفي، الجولد كذلك، الاميرالد والايرون، وحتى الريدستون نفس التصميم، وشي اسطوري عبارة عن صراحة ابداع اللي سواه ابداع. هنا نشوف الايتمات والاشياء للبي في بي. الاندربيل مو كلش عاجبتني، ولكن اللي يريد يعدل عليها ما بها اي صعوبة. البو عادي، السنارة عادية كذلك. هنا خلينا نجرب النار نشوفها تحرق لو لا، كذلك ما تأثر على الشاشة. السيوف مثل ما تشوفها، السيوف كلها نفس النوعية، حجم واحد، كلها حلوة. ندب السيوف ونشوف الجولدن ابل. عندكم الجولدن ابل والابل المطورة، حلو تصميمها ولا بأس بيه. نشوف الدروع ما عجبتني يعني، لان لونها احسه شوي خافت وراح منتهي. الجلد حلو لا بأس بيه، ولكن الجولد وباقي الاشياء مو عاجبتني، لا هي ولا الايرون ولا الدايموند. الجولد التشين عادي ما معدل عليه. الايرون وهذا الدايموند العادي والدايموند المطور ما عجبتني بالضبط مثل ما قلت لكم. للي يريد يعدل عليها يعدل. انا طبعا ما راح استخدم الرسباك وراح اعدل على ذني بس الاشياء مثل ما قلت لكم. اذا تحبون ورا ما اعدل على الرسباك انزل لكم اياه، اكتبوا لي جواب بالتعليقات، ولا تنسون اللايك والاشتراك. خلي نشوف البارتيكل بس نحول. دقيقة ايش صار ما ادري، طرنا قبل اللي فوق. خلينا نجرب. الضرب العادي اكسات سود مثل ما تشوفون، ويا القفز اكسات حمر، وكلها تقريبا نفس الشيء حلو. الانفنتوري شفاف باماكن شفافة حلوة، هاي تفيد. طبعا مو الكل يستخدمها، فلهذا السبب شيء طبيعي انا احسبه، ما يهمني اذا الانفنتوري شفاف او لا. مثل ما تشوفون هاي استعرضنا لكم اياها. خلينا نشوف السماء اخر شيء، وما معدل عليها، ولا الليل اكيد، حتى الليل ما يكون معدل عليه يا حبيب. اي والله ما معدل عليه. ويلا هذا اخر السباق طبعا مثل ما تشوفون. قبل ما انهي اتمنى
تكتبوا لي رايكم بالسباقات، وهل استمر بهذه السلسله او لا، واكتبوا لي اقتراحاتكم. تحبون اسوي سلسله سكاي بلوك؟ واللي وصل لهاي يعني لهذه الدقيقه من الفيديو يحط لايك ويكتب لي اني وصلت لاخر الفيديو. وبس، اشكركم على المشاهده. يلا مع السلامه، واترككم مع المنفذون.